جالي احباط خلاص من الرجيم. انا كنت ملتزمه معاكي جدا جدا يا هبه، وخلاص يعني جالي حاله كده، عايزه اكل ولادي في البيت. آه زهقت. حاسه ان انا الكام يوم اللي لخبطت فيهم دول مش قادره ارجع التزم تاني. إيه الحل؟ انا بجد زهقت وبجد انا خسيت معاكي ونزلت معاكي كم حلو جدا، ولكن انا حاسه ان انا بضيع اللي انا وصلت ليه. اسمعوا الفيديو للاخر ان شاء الله، هيكون عندنا حلول كتيره جدا جدا لنفس المشكله اللي بتقابل ناس كتير وبيجي لي منها رسائل كتير جدا على الخاص. اسمعوا الفيديو للاخر، وقبل ما نروح لموضوعنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو اول مره بتشوفيني اعملي اشتراك للقناه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونبدا كلامنا بالصلاه على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. متابعينا الكرام، متابعين هتخس مع هبة الله، اهلا وسهلا بيكم في قناتي على اليوتيوب هتخس مع هبة الله. منوريني جميعا، ويا رب تكون قناة مفيدة ليكم. موضوع مهم جدا 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 فيما يخص كل اللي بيعملوا رجيم او بيعملوا دايت. بتيجي علينا اوقات بنحس الشيطان بيبدأ يلعب بدماغنا. طب انا هفضل في حالة الحرمان دي لحد امتى؟ انا ست بيت، فبعمل ما لذ وطاب من الاكل، وده ممنوع وده ممنوع وده ممنوع. طيب انا هفضل لحد امتى؟ طيب انا عامله رجيم، انا عندي فرح، انا عندي مناسبه، يعني انا هروح الكلام ده ومش هاكل؟ طيب رحت الفرح وعكيت بما يرضي الله وكلت ولخبطت، ضعفت قدام الاكله الفلانيه وانا بطبخ وكلت، ما قدرتش التزم بالرجيم النهارده. لقيت يوم عمال يجيب يوم، واسبوع جاب اسبوع، مش عارفه اتراجع تاني، مش عارفه ارجع لنفس الهمه والنشاط اللي انا بدات معاكي بيهم يا هبه. طيب انا كنت ملتزمه جدا، ايه اللي حصل؟ انا خسيت 5 كيلو و6 كيلو و7 كيلو، وفي اللي خسوا بال30 كيلو كمان، وفي اللي خسوا بال25 كيلو كمان، وللاسف جم في نص الطريق ووقعوا. الاول لازم نغير دماغنا، لازم تكوني صريحة مع نفسك، ونقف قدام مراية نفسنا وضميرنا. أنا بخس ليه؟ أنا بعمل دايت ليه؟ في اللي هتقول أنا بعمل رجيم عشان عايزة نفسي ألبس كويس، تمام. في اللي هتقول أنا جوزي على طول بيقول لي لو ما خسيتيش أنا ممكن أتجوز عليك، ممكن أطلقك، حلو جدا. في اللي هتقول السمنة وزيادة الوزن أثرت على صحتي. في البنوتة اللي ما اتجوزتش خالص وربنا رزقها بابن الحلال وسابها عشان هي جسمها مليان. تعددت الأسباب كتير جدا، وفي النهاية كلها تنحصر حول دائرة السمنة وزيادة الوزن. طب ليه احنا ما بنكلمش نفسنا ونقول انا فضلت عمري كله باكل حلويات وباكل ده وده وفي اي وقت وباي كمية؟ طب احنا كسبنا ايه؟ انا جه عليا في وقت قلت الكلام ده لنفسي. طيب انا كسبت ايه؟ معلش التليفون شكله هيقع دلوقتي والفيديو هيبوظ. احنا كسبنا ايه؟ ضيعنا صحتنا، خليتي جوزك يتضايق منك. طبعا لازم تكوني فاهمه ان انت في كل احوالك، سواء كنت تخينه ولا رفيعه، انت جميله من جواكي، تمام. يكون بقى ان الراجل في بعض زي ما انا اتكلمت عليهم كده الاول اشباه الرجال اللي بتحط دي جوه دي، ده طبعا غلط. لازم تقفي واقفه مع نفسك، تعرفي هدفك وتحدديه وتبدأي فيه، حتى ولو كان نسبة التزام 50%. حددي الأهداف بتاعتك، شوفي مشكلتك فين. طيب
في واحدة هتقول انا مشكلتي في الحلويات، انا بحب الحلويات جدا. في واحدة هتقول انا مشكلتي النشويات، انا بحب النشويات جدا. في واحدة هتقول انا مشكلتي الاكل بالليل، انا مزاجي كده ما بحبش اكل غير بالليل. اولا لو احنا دماغنا وحالتنا النفسية وصلت للوضع اللي انا بتكلم فيه ده، اني مش هقدر التزم بورق وفي نفس الوقت مش عارفة اتراجع تاني، هقولك ان احنا اللي يحضر العفريت يصرفه. يعني ايه الكلام ده؟ انت حضرتي عفريت بالفعل، انت كنت ماشيه وملتزمه والدنيا تمام معانا، وما بداتش احس بجوع زي الاول ما بدات معاكي، ولكن الدنيا عكت معايا من بعد العزومه الفلانيه ومن بعد الاكله الفلانيه، لان احنا حضرنا العفريت اللي هتحسوا بكلامي ده صح بعد الفري. في ناس كتير جدا بتخش في الفري ما بتعرفش تطلع منه تاني، وده بيرجع لسكر الدم اللي بيرتفع، ما بنبقاش عارفين نرجع نتبع النظام بتاعنا تاني. طيب ايه الحل؟ ركزوا معايا في الحل. لو جيتي في يوم رحتي عزومة او اضطرتك الظروف ان انت تلخبطي النظام بتاعك، الحل ان انت تتوقفي فورا، ما تكمليش في اللخبطة اللي حصلت، تصومي. الصيام عشان نرجع نظبط سكر الدم بتاعنا اللي عالي، اللي هيدخلنا جوه دايره من الجوع، مش هيخلينا نعرف نطلع منها تاني. تمام. فمبدئيا كده مش معنى ان احنا عكينا مره نتمادى ويوم عمال يجيب يوم واسبوع عمال يجيب اسبوع ومش عارفه تخش في الرجيم تاني. فمبدئيا كده مش معنى ان انت لخبطتي وجبه، رحتي فرح، رحتي مناسبه، عيد ميلاد، ان خلاص الدنيا خربت لا. نقدر نصوم من بعد الوجبة دي على طول، ونزود الحركة بتاعتنا عشان نتخلص من سكر الدم اللي هيدخلنا في مرحلة جوع مش هنعرف نطلع منها تاني. هتبصي تلاقي نفسك مجرد ما صمتي. ودايما دايما دايما بقول لكم في يوم الفري، عشان في ناس فعلا بتخش الفري ما بتقدرش تطلع منه تاني، دايما بقول لكم في الفري يستحسن بعد وجبة الغداء ما نتعشاش تاني، عشان نصوم من بعد وجبة الغداء لتاني يوم، ندي فرصة للعفريت اللي احنا حضراه في جسمنا ان هو ينصرف. ايه العفريت؟ هو الانسولين. الانسولين ده عفريت ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه، لما بيزيد في الجسم بيعمل لنا حاله ربكه، بتحسي ان انت عايزه تاكلي، انت جعانه على طول، مش عارفه تتحكمي في شهيتك، على طول عايزه تاكلي حلويات. ده كله من الانسولين وسكر الدم، اللي هو علاجه الوحيد عشان يرجع يتظبط في الجسم تاني الصيام المتقطع. صومي. لخبطتي، عكيتي، رحتي مناسبة، رحتي فرح، كلتي واتبسطتي وحصل اللي حصل، ما تأنبيش نفسك وتذنبي في نفسك. كل المطلوب ان انت تقومي قافله بقك وتصومي وتشربي ميه فقط. هتبصي تلاقي نفسك رجعتي تاني دخلتي في النظام بكل سهوله ويسر، وما تعقديش الدنيا طول ما انت ماسكه في حلمك، حتى ولو وقعتي مره واثنين وثلاثه وعشرة وعشرين ومليون، ولكن برجع اقوم تاني وارجع اقف تاني على رجلي من جديد والتزم من جديد. هتوصلي، صدقيني هتوصلي. كل الفرق بينك وبين واحدة تانية التزمت على طول وما وقعتش وقعتها كتير، هي هتوصل بدري شوية عنك، ولكن انت هتاخدي وقت شوية، ولكن المهم ان احنا هنوصل في الاخر. لكن ما نرميش هدفنا ورا ظهرنا ونكمل. هتبص تلاقي ال20 كيلو او ال5 او ال6 او ال40 او ال30 اللي انت نزلتيهم هترجعيهم في وقت بسيط جدا، لان احنا ما غيرناش تفكيرنا من ناحية الاكل. غيري تفكيرك من ناحية الاكل. احنا لو مشينا بكلام ربنا اللي قال لنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، صدقوني صدقوني مش هتتخنوا. واللي تخنت بالفعل ومشت بالآية القرآنية دي وكلام ربنا صدقيني هتخسي. كلوا واشربوا ولا تسرفوا وجعلنا من الماء كل شيء حي. لو اتبعتي الآيتين دول في حياتك عموما صدقيني عمرك ما هتتخني. ولو كنت تخنتي وبدأتي تتبعي كلام ربنا اللي وصانا بيه صدقيني وزنك هينزل، حتى ولو كلتي من كل حاجة وقللتي وزودت حركتك وشربت مية كتير. المهم ان احنا نمسك في حلمنا ونمسك في هدفنا عشان نفسنا، عشان صحتك، عشان بيتك. سيبك من ان حد بيتنمر ويقولك انت تخينة، انت مش عارف ايه.
ولا تلتفتي ليهم. احنا ربنا عمل لينا 2 اذن ليه؟ عشان نسمع من واحدة ونرمي الناحية التانية. فانا لما بقولك كده بقولك عشان صحتك، عشان نفسك، عشان حياتك، عشان رشاقتك. السمنة بتدمر صحتنا. هتبقي صغيرة لسه، مش قادرة تمشي، مش قادرة تتحركي، مش عشان الناس بيشوفوني يقولوا لي اصل انت تخينة، اصل انت مش عارف ايه. سيبي اللي يقول يقول، سيبي اللي يتكلم يتكلم. الناس في كلتا الاحوال بتتكلم. التخينة بيتكلموا عليها والرفيعة بيتكلموا عليها، وفي كلتا الاحوال هيفضلوا يتكلموا. ربنا يوفقكم جميعا، ويا رب الفيديو ده يكون شجعكم. وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات تشجيعات تاني، بس شجعوني انتوا باللايك والشير عشان القناة تكبر بيكم وليكم. ويا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم. كان معكم أدمن هبة الله، أدمن جروب هتخس مع هبة الله، وقناتكم على اليوتيوب هتخس مع هبة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.